قريت جملة بتقول: طريق جهنم مليء بالأعذار. آه، فعلا احنا دايما بندي أعذار لنفسنا، مع ان الكتاب بيقول لنا أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت بلا عذر. يعني ادانا ربنا كل حاجة، بيقول كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء توافقني. آه، انت يعني كل واحد فينا لما بيجي يتصرف تصرفات معينة بيقعد يبرر لنفسه كتير قوي قوي قوي، ويعذر نفسه، لكن ما بيعذرش الآخر. شايف نفسه دايما بريء، وشايف نفسه دايما مظلوم، وشايف نفسه دايما ان هو على حق، وان التانيين لا، مش على حق خالص. لا، انت زي ما بتبرر لنفسك وتحط العذر لنفسك، حط للتانيين كمان، لان هو ده العدل. العدل انك كمان تحط للتانيين اعذار. يعني انت عارف انت بتعمل ايه، كل واحد عارف، كل واحد فينا عارف هو بيعمل ايه والمفروض يعمل ايه والمفروض ما يعملش ايه. لما بنقع وقعات، او نقع في خطايا معينة، او نقع في افكار صعبة، او نقع في اي حاجة، دي بتبقى من حروب طبعا من عدو الخير علينا اكيد. لكن برضو احنا اللي بندي المجال، وبندي المجال ان احنا ناخد وندي للفكرة اللي بتيجي. مجرد الفكرة اللي بتيجي للواحد مثلا، ويقعد ياخد ويدي معاها، ويقعد يفكر فيها، ويقعد يعني يتآول معاها، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة كبيرة. لا، في حاجة اسمها قط للفكرة. يعني تقص الفكرة، يعني تبعد عن الفكرة، يعني ما تخليش الفكرة حتى تيجي كده ت... ت... آه، تبقى مثلا تعدي من قدامك خالص. ابعدها عنك خالص. ليه؟ لان الفكرة، مجرد الفكرة بتقعد تفكر فيها، وبعد ما بتفكر فيها بتحطها في الفعل، وده المشكلة الكبيرة. لكن لو انت من البداية رشمت على نفسك علامة الصليب، وعملت قط للفكرة، وشغلت نفسك بحاجة مفيدة، هتلاقي نفسك الفكرة دي مش موجودة أصلا. لكن انت عمال تاخد وتدي، تاخد وتدي، ومبسوط بيها وفرحان بيها. طب خلاص بقى، يعني انت بلا عذر، انت بلا عذر أيها الإنسان. انت اللي تقدر انك انت تتصرف مع أي حاجة خطر أو وحشة أو مؤلمة أو متعبة أو فيها أخد وعطا، طبعا بطريقة مش سليمة ومش طريقة مش حلوة. انت اللي تقدر انك انت يا تعمل لها قط، يا تبعد عنها، يا ما تفكرش فيها، يا تشغل نفسك بحاجة مفيدة. وفي حاجات كتيرة قوي الواحد يشغل نفسه بيها. يعني ما فيش، لما بستغرب قوي لما حد يقول ايه: عندي وقت فراغ كبير، انا مش عارفه اعملها ازاي، مش عارفه اعمل بيه ايه، مش عارف ازاي، مش عارف ازاي، مش عارف. ده احنا يعني ساعات ما بنلاقيش وقت، يعني ساعات ما فعلا مش بنلاقي وقت. يعني اشغل وقتك طول الوقت بالقراية، اشغل وقتك بانك تعمل حاجة مفيدة، اشغل وقتك بانك تخدم، اشغل وقتك بانك انت تشتغل حتى شغل البيت. يعني النهاردة الأوضة دي بضمير صالح، وبكرة الأوضة التانية بضمير صالح برضو. يعني خلينا دايما عندنا حاجة بنعملها. عندنا كورسات اونلاين كتير جدا جدا جدا، يعني مجانية، يعني مش عشان ما حدش يقول اصلها غالية، اصل مش هقدر عليها، اصلا مش هقدر ادفع. لا، ده في يعني كورسات مجانية كتيرة جدا جدا جدا. انت بلا عذر ايها الانسان، ارجوك يعني ما تخليش فكرك اللي هو مش عارف ينظم. يعني لازم علشان اقدر اعمل حاجة وحاجة مفيدة لازم انظم فكري، اعمل اولويات لحياتي، اعمل الاهم فالمهم، وهكذا. انت بالعذر ايها الانسان، خلي بالك، خلي بالك، لان انت ما تقعدش تدي اعذار لنفسك. طول ما انت بتدي اعذار لنفسك، للاسف للاسف هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجه. وفي نفس الوقت لما بتقع وقعه صعبه جدا، ما تلومش حد غير نفسك. كبسوله ليا.